احد مشاهير تيك توك والسوشيال ميديا طلع كيكذب جمله وتفصيلا كل ما قلتي سهيله. قال بانه شرى اللبسه ديال البوس ب2 مليون للابن ديالو، انه عمره ما قال بانه او ادعى انه رجل اعمال، في حين انت تثبتي لنا عبر فيديوهات كان كيديرها في التيك توك انه طالع مع شي تونسيه كيقول لها انا بيزنس مان. قال بانه الرياض اللي نتوما ساكنين فيه 12 مليون 12 مليار، مع انه غادي ناخذكم في جوله قصيره عبر البيت اللي هو بيت بسيط، منزل بسيط جدا من منازل المدينه العتيقه مدينه الرباط. قال بانه يحب ابنه وما يمكنش انه ما يتهلاش في ولده، في حين انه منذ سنه ما شافش الولد ديالو، ما طلش عليه برغم انه جا المغرب ودار العرس، يعني ما فكرش انه يطلع على ولده. فاين يتجلى هذا الحب؟ سهيله اتصلت بنا للمره الثانيه وقالت انا عندي حق الرد، بغيت نرد. كذلك قال بانك انت صاحبه اغلى طلاق، يعني انت جيتي من بعد مرتبه ثانيه بعد سكينه بن جلون، انك خديتي 30 مليون في الطلاق، في حين سهيله لديها ما يثبت ادله بحكم محكمه انه الطلاق كان 3 مليون. سهيله انا حطيت لك كل ما جاء على لسانه وانتي غادي تردي. تفضلي يا سكينه. سهيله عفوا صوتك. بالنسبه للقضيه ديال الطلاق اللي غادي شوفي قبطي، انا قلت لك قبطي الميكرو او هكاك وهضري، ولكن غير رفعي لي صوتك سهيله. لا حتى هضري به هضري. بالنسبه هكا غير خليك قبطه وهضري. بالنسبه للقضيه ديال الطلاق 30 مليون، انا رجعت الاوراق ديالي اللي هما اوراق المحكمه، ها هما فيهم صريح من المحكمه علنيا وحضوريا وانتهائيا. صوتك ما مسموعش سهيله. صريح المحكمه علنيا تصرح المحكمه علنيا وحضوريا وانتهائيا فيما يخص انهاء العلاقه الزوجيه. بلاتي سمحي لي انا بلاتي خليك ماشي. عفوا مشاهدينا الكرام، تفضلي. عبر بث عبر منصة التيك توك، ونفى جملة وتفصيلا كل ما جاء على لسان كنتي والأم. قال بأنه جا المغرب وشرى لولدو لبسه ب2 مليون، دابا خصنا نشريو لولادنا الحوايج ونبداو نقولوا حنا شرينا لهم. قال بأنه انت صاحبة أغلى طلاق واللي هو القيمة ديالو 30 مليون. الميكرو عندك ما خدامش سهيلة، عطيني. أنك انت صاحبة أغلى طلاق اللي هو 30 مليون. قال بانك ساكنه انت والام ديالك في الرياض كيسوى 12 مليار، في حين ان سهيله تقيم في منزل من المنازل العتيقه بالمدينه العتيقه. كتعرفوا الديور ديال المدينه القديمه كيكونوا كبار وزوينين، ماشي رياض. اعتقد ان الصوت دابا مزيان مشاهدينا الكرام. قال كذلك بانه مولف ولدو كيبغي ولدو، في حين انه منين سولنا سهيله وقتاش اخر مره شاف الابن ديالو منذ سنه، مع انه راه كان في المغرب ودار العرس، ما عيطش لولدو، ما جاش طلع على ولدو، ما شافش ولدو. يلا تفضلي يا سهيله. بالنسبه للقضيه ديال الطلاق، هي اوراق محكمه تصرح المحكمة علنيا وحضوريا وانتهائيا فيما يخص إنهاء العلاقة الزوجية، وابتدائيا فيما يخص الباقي في الشكل بقبول الدعوة في الموضوع بتطليق المدعى عليها سهيلة قديرة من عصمة زوجها المدعي أشرف القمراء طلقة ثانية بائنة للشقاق، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية، وبتمكين المدعى عليها بمبلغ 30,000 درهم، ماشي 30 مليون، 30,000 درهم. وديك الساعة النفقة كانت تحكمة الجهود 500 درهم شهريا، نفقة الابن، تكاليف السكن 300 درهم، أجرة الحضانة مبلغ 100 درهم. هما أوراق
انت قلتي أو الاوراق اللي كيقولوا ياك هادو اللي عندي انا عندك انت اشرف. انا اللي خرجني ماشي هو الطلاق، ما خرجني لا طلاق كبير لا حتى شي حاجه حنا سالينا. انا اللي خرجني هو الهضم الحقوق ديال الابن ديالك. كتقول شريتي لولدك لبسه ب2 المليون. انا غنرجع لهذا الموضوع، انا رجع لهذا الموضوع هذا. واش اللي كيشري لولدو لبسه بوس ب2 المليون كيعز فيه حتى مدروس مدرسه خاصه؟ حكم محكمه اشرف. ما تبقاش تكذب، راه ما كتكذبش عليا انا كنوجه لك هذه الرساله ليك، راه ما كتكذبش عليا انا راه قلتها لك، راه ما عندك ما تعطيني اللي عطيتيه غتعطي لولدك. هو طلب منك الحب وانا طلبت منك مصاريف، لان اكيد الولد ما كيعيش بالهوى. هذا حكم محكمه. اصل القرار المحفوظ بكتابه ضبط محكمه الاستئناف بالرباط باسم المالك. انت كتكذب على من؟ ها شنو قلتي فيه، ها شنو قلتي فيه. وبناء على المذكرة الجوابية مع استئناف فرعي المقدم من طرف المستأنف فرعيا بواسطة دفاعه، والذي عرض من خلاله أن مدخوله ضعيف لا يكفي حتى لسد الرمق، فبالأحرى تحمل مصاريف تمدرس بمؤسسة خاصة، وأنه لم يسبق له أن وافق على تعليم ابنه بمؤسسة خصوصية، وليست له القدرة المادية لتحمل كل تلك المصاريف، كما أنه غير ملزم بأداء مصاريف الرياضة، وأن وضعيته لم تعرف أي تطور أو تحسن، وأن المبالغ المحكوم بها تثقل كاهله ولا تتلائم وظروفه المادية الحالية، وأنه يعيش حالة العطالة والعوز. وبخصوص استئنافه الفرعي فهو يعيب على الحكم المطعون فيه، كون مبلغ النفقة المحكوم به مبالغ فيه، وخاصة وأن تم ترحيله من دولة بلجيكا إلى المغرب. هادو أحكام، هذا تعاليل ديال أحكام قضائية. بلا هذيك اللي وريتكم ديك النهار اللي هي شهادة عدم العمل وهادشي، راه ما كتهضمش حقي حق ولدك. حاجة أخرى كتقول باللي كتعطي نفقة مسبقة بسنوات وسنوات. أنا صرحت وأكدت أنك ما عمرك عطيتي نفقة مسبقة بسنوات وسنوات، وحررت مذكرة بحث وطنية في حقك وخلصتي. رانا قلت خلصتي من غير العام اللي فات اللي سبقتي لي عام لهدف معين انت راك واخا. معليش عذرا منك سهيله، هاد الامور هذه اشرنا لها في اللقاء السابق. اليوم انت عندك حق الرد على ما جاء على لساني في خرجاته الاخيره. قال بلي تعطي النفقه لولدو بسنوات قبل، كيحيدها من فمو وكيعطيها لولدو قبل. ها محضر امتناع 2019، والى غايه تحرير هذا المحضر لم يؤدي المنفذ عليه من اجل اداء فيه نفقة المدعية بحساب، هادو ما نهضرش على ديالي أنا، نفقة الابن محمد جود بحساب 500 درهم شهريا من 23/12/2016 إلى غاية 25/1/2017. هذا راه محضر امتناع في 2019، أنت ما مخلصش 2017. سهيلة حنا في 2025. لا أنت اللي تيقول لك أنا عطيت سنوات وسنوات قبل. واخا نبقاو حنا في هذه السنه. العام الوحيد اللي عطيتيني قبل وما كنكروش هو العام اللي فات، عطيتيه صيفطتي لي في شهر واحد فيه 1500 درهم ضربوها في 12 وزيدوا عليها 1200 درهم للعام ديال الاعياد. راه عندك وعندي، الا عندك شي حاجه غير هكا دلي بها. اما نفقه ولدي من بدايه الازدياد ديالو عمري خديتها لمده اعوام الا باحكام محكمه، الا بشكاية إهمال الأسرة، ما حاضر امتناع، ما حاضر تنفيذ. هاهما أشراف، ها هما راك كتكذب على ولدك. هادشي كامل كديرو باش تهضم حق ولدك. كتقول باللي جود لا التصويره ديال ولد لا نمشي تصويرتو باللي جود بغي كسيتيه ب2 المليون. شتي ولدك نهار 8 في شهر 8. هذه هي لاكارت اوركسترا ياك، هاهي اللي قلتي لاكارت في سميتك سهيله قديره. هاد لاكارت درتها لي انا ماما في سميتي من شافتك ما بغيتيش تشري لولدك. نوريك التصويره ديال ديك النهار، ها هي. انا ما غنوريش وجه ولدي، غنوريك انت وماما. ممكن تعاوني باش ما شو ماما كي فرحانه بك
ياك انت هو هذا ديك النهار شو ماما كي فرحانه بيك. ها حاجه اخرى، انا ما قلتي الموتور، كان جود ما بغاش يركب معاك في الموتور وكان خايف منك. انا ما غنوريش تصوير جود، هذا ولد حبيبي وركب معاكم وعطاه الامان وتيقول لك تقلنا له لا لا جود وتنطبطبوا عليه ولا ولدي راه باباك، وهذا تيقول لك علاش ما جاش قلب عليا شحال هادي، تقولوا له راه عنده ظروف. كيتصل بك عقلتي نهار اللي عيط لك في الصباح سالو بابا وانت تقول له شنو بغيتي والولد هرب، قلت له شنو بغيتي فاطون والولد هرب للبيت الاخر. مي هضرت معاك قلت لك علاش هادشي اشرف، قلت لي داك خصو يدريسه. الله يا ودي دابا بغيت نقول لك اللي كيشري لولدو لبسه ب2 المليون ولا الشكاره ديال 9000 درهم وتتقول كل اعوام كتشري لولدك كتب المدرسيه وداك سؤال مطروح نعاود نطرحه عليك نعم. بصيغه اخرى. سنه ما شافش الابن ديالو، انا ما شافش كثر هذاك الشوفه اللي كان شافوا فيها حاليا هو كان في المغرب او باقي في المغرب او في المغرب ما جاش شاف لا له. ما عمرو جا شاف ولده. تفضلي. المهم ما عليناش. تتقول كل اعوام كتنفق على ولدك، انت ما عارفش ولدك حتى من قسم، تتقول غادي نعقد ديك البيبي، راه ولدك عنده 9 سنين، ولدك راه عنده 9 سنين، راه البيت الرابع خرجتي في التصريح تقول انني هذاك البيبي غيتعقد، هذاك راه تبارك الله راه ولا غيولي شاب ماشي بيبي، راه رجل المستقبل. انا ما تتقولك انا تنطلب منك 2 حواله، انا كاع ما كناكل الغنمي امي مسكينه فيها لاكوت، ولدك ياكل 2 حواله وكل 2 حواله جبتهم له غير في السابع. واخا سهيله كذلك نفى بصوت حاد قال بانه انا ما عمري طلعت قلت بانني انا رجل اعمال. انا يمكن نسمع صوت هو من المشاهير، احنا ماشي محادثه خاصه، لا ماشي محادثه خاصه، هو فيديو عبر السوشيال ميديا. واخا طلعتي في واحد اللايف، هذا لايف قدام الناس مع تونسيه، مع تونسيه، انا غنسمع غير الصوت حيت السيده كاينه في اللايف، حيت السيده كاينه في اللايف ما كاينش نوري لها وجهها. واخا انا سمحوا لي. انا متزوج بك ونخليك في اسبانيا تعيش الحياه تبقى انت عندك ما في الشهر. انا بيزنس مان كندور. يعني هنا هي هذا للتوضيح للمشاهدين الكرام بان هذا لايف وما غنبينوش لايف لانه كاينه واحد الانسانه معه قال في اللايف بانه كيقولها بان انا بيزنس مان. نعم. شنو نقول لك اشرف؟ واخا سؤال نعم. كيطرحوه بزاف الناس سهيله، شنو طبيعه العمل ديال اشرف؟ راه بيزنس مان. انما هو مؤخرا تسربات واحد الاوديوات تسجيلات كيهضر مع ما عرفناش مع من، يدعي بانه ضابط مخابرات، انه كوموندو في المخابرات. واش هو كيخدم في انا ما عندوش، هو ما دخلش المدرسه العسكريه، ما عندوش شي لان حاجة. هذا انتحال لا، صفه، ما هذا دخلش تسجيلات المدرسة خطيرين، هذا العسكرية. انتحال ديال صفه. المغرب باش يخدم تما، ما دخلش المدرسه العسكريه، ما دخلش المدرسه العسكريه يعني. سمعتي انت التسجيلات؟ سمعتو فايت واحد النهار قال لي شوفي انا العالم تيحترمني، قلت له علاش؟ قال لي انا حاكم النص في العالم. نعم مع نفس التسريبات اللي هي محطوطين عبر السوشيال ميديا كيقول بان المغرب كامل الدوله كامله كتخاف منه. شنو طبيعه العمل ديال هذا الشخص اللي الدوله كتخاف منه؟ انا وليت تنخاف منه. علاش وليت خايفه لا تحط لي شي نهار شي شهاده الوفاه من يطلب حق ولدي، انا وليت نخاف منه. هادشي لانه بحال هاد التسريبات، هذه تسريبات خطيره فيها انتحال صفه والمس بجهاز امني كبير جدا، جهاز له خصوصيه صعبه الاختراق، وهو في التسجيلات كيقول بانه ينتمي لهذا الجهاز. انا ما هو ماشي ما دارش انا هذا الموضوع هذا براسي، انا بعد هذا الموضوع هذا ما كاينش منه، ما كاينش. هو ماشي في المخابرات العسكريه، هو بيزنس مان، كان هنايا راه قلت لكم ما كانش جا من العدم، مشى تماك تبارك الله. غير البارح شي واحد صيفط له شي سبع قال له انا ردومك ب5 اسبوع. اشرف هو الدخول. خلينا للتوضيح للناس، اللي بغى يطلع يكذب ولا اللي بغى يطلع يتفلى ولا اللي بغى يطلع يعيش شي دور ماشي دوره، خليو عليكم الاجهزه الامنيه في التقار.
هذا الكلام انا كنقولوا ليه ولغيره لاي شخص، لان التسجيلات المسربه هي تسجيلات خطيره جدا وفيها انتحال صفه وادعاء بشي حوايج اللي كتمس واحد الجهاز خطير جدا، باش نكونوا واضحين. تفضلي يا سهيله. انا اللي خرجني هو الكذوب ديالو اللي تيقول لك انا ولدي معيشو، انا ولدي داير له، انا ولدي كنبغيه. انا ماذا بيا تبغي ولدك؟ انا راه ماذا بيا اللي كتقول كتصيفط له شكاره دايره 9000 درهم، انا ماذا بيا تصيفطها له هذيك الشكاره؟ راه ما غنهزاش انا، راه غيهزها ولدك ونقول لهم راه بابا جوج اللي صيفطها. بالعكس انا ماذا بيا؟ انا ما عندي بك، شوف انا ما عندي بك حتى شي علاقه، علاقتنا سالات وسالات وسالات. انت كطالب، انت شاري لولدك لبسه ب2 المليون وكطلب المحكمه باللي ولدك ما يقراش في مدرسه خاصه. علاش يا تقول ما عندكش رفولي من بلجيكا شحال من حاجه باش تهضم حق ولدك؟ انا راه تنعاود ناكد جوج حواله. شمن جوج حواله جيبهم له في السابع. هو حضر الاسبوع ديال ولده. هو ما حضر حتى الحمله د ولده. انا ماما اللي كنت في الكلينيكات هما الوراق والولد كان في القرعه. غنهضر معكم الولد كان في القرعه. عندي سؤال خصني نطرحه عليك سهيله. نعم. ونتمنى انك تكون عندك واحد السعه صدر وتجاوبيني نعم. عليه، لانه بزاف ديال الناس حيت الناس منقسمين، فئه معاك فئه معاه فئه. بعض الاشخاص كيقولوا جاتك الغيره من شيماء ودابا عاد طلعتي كتهضري وانتم سنين وانتم مطلقين وما الى ذلك. انا ما جاتنيش الغيره من شيماء، الا جاتني من الغيره من شيماء خصها تجيني الغيره حتى من العيالات الاخرين. هي الصدفه اللي جات ان السيده اللي تزوج بها والله يكمل عليها بخير سيده مشهوره. هذيك السيده انا ما عندي علاقه بها، الله يزيدها ويعيدها، الله يفرحها ويرزقها الذريه الصالحه. انا راه السيد عارفاه مزوج مرارا تكرارا، وسبب القطيعه ديال اشرف مع الابن ديالو ان الابن رفض يهضر مع الزوجه ديالو. راه ولدي قال هذا الشيء. ما عندها علاش تجيني الغيره. علاش يقولوا الناس سنين وسنين وعاد طلعت دابا؟ لان مؤخرا حط ليا ورقه في المحكمه تيقول بلي راه السيد رفولي من بلجيكا. غير هو راه كنت غادي نطلع شحال هادي، غير هو تصادف بالمرض الام ديالي. راه ماما كانت كوما بسبب ديك الطيحه. راه انا تنمر من ظروف ربي اللي عالم بها. انا ما يمكنش ليا نخلي ماما في هذه الحاله ونطلع نواجه اشرف. غير هي الظروف اللي جات الصدفه هكا. اما راه كنت غادي نطلع شحال هادي. انا ما يمكنش ليا نخلي الوالده ديالتي هكا بسبب الطيحه وبسبب الطيحه هذه. راه بسبب الحب ديالها للجود. راه ماما قالت لها هادشي وتتقول بحال السمن بحال العسل. ما كاين لا غيره لا والو، ما كاين لا غيره لا والو. لا علاش غنغير؟ انا خارجه نهضر على دابا هذه نقولوا غيره. غيره حيت هذا السيد كيكذب على ولده. انا ما غيراش على ولد زواجو. راه قريت لكم باحكام، قريت احكام عليكم. انا علاش نغير من زواجو؟ لا الله يزيدها ويعيدها. وتنأكد الله يفرحها. ونقول لاشرف من هذا المنبر تهلا في بنت الناس، تهلا في بنت الناس. حنا الا خايبين هاد بنات الناس اللي دازوا انا وحده منهم، تهلا في بنت الناس الجديده. ما تكرش على بنات الناس تزوج طلق لوح تزوج طلق لوح. لا الله هذيك انا ما تجدوش ليا الموضوع الزواج ديالو، لا علاقه لي به. جميل جدا، برافو سهيله. خليك فيما يخص الابن ديالك. انا خارجه على ولد ولدي. لا علاقه لي به. لا انا خارجه على ولد ولدي عاش ظروف صحيه. راه وريتها ما كاينش نوريكم تصاور الجود. انا راه جود تينوض في 3 الصباح معنا في بيته تيحل الشرجم ويقلب على الهواء. واحد النهار مشيت غير لمولاي يوسف هنا باش نعتقو. مشيت ل3 الصباح قالوا لي ما كاينش الماسك، سيري شري ماسك في 3 الصباح. قلت لهم ماسك 3 الصباح منين نجيبو ديال الاكسجين؟ ما كنجريو به للكلينيك. حط ايوا كل ما كانش الوالده رياض 12 مليار. نفترض انني ساكنه في رياض 12 مليار، غنبرك على الحيوط ديالو ويخرج لي الفلوس. الانسان يكون واقعي. حتى وان كنت ساكنه في رياض. وهو براسو قال، سمحي لي، هو براسو قال بلي عندي ملايير ودراهم واراضي وهذا. يكون لك ثقه في القضاء المغربي. ووزير العدل المغربي تيقول لك ما شغلكش في المراه تكون لاباس عليها ولا ما لاباس، عطي حق لولدك. وانا ما خارجاش نقول لك عطي حق فوق طاقتك لولدك. انت تبارك الله ميسور عطيه على حساب الظروف الماديه ديالتك. انا ما جيتش قلت لك انت راك عامل في حاشاكم ديال الزبال، ولا قلت لك ارى ليا ولا. ولكن راه الولد تيبغي، الولد راه باغي، راه ماشي زعما شي واحد اللي خايبه. اشرف ولدك ما خايبش. اشرف ما تظلموش تبارك الله. ربي غيجيب لك وليدات من هنا لقدام
ما كنظنش غدير لهم نفس الظروف وتحط لهم ورقه في المحكمه ولا غتقريهم في مدرسه خصوصيه. ونتحداك ان الوليدات الا كانوا جايين الله يكمل عليك بخير ان هاد الوليدات غيقراو في مدرسه خصوصيه. ومال هاد الوليد اش دار لك؟ علاش ولد الناس؟ انا نشوف زواجك تزوج حتى 10 الله يزيدك ويعيدك. راه قلتها لهم الا ما كانت شيماء كانت تكون غيرها وغيرها وغيرها. لا هاد الزواج الله يجازيك والله ما كاينه غيره. وباش بغيتي نحلف لكم انا تنحلف غير بالله ما كايناش الغيره. انا خرجت نسمع صوتي اللي هو صوت ولدي في حق باه. وراه قال لكم كنت باغي لامور د بابا. وانا راه هاد الوليد راه ما كيعيش بالهوا، راه ما كيفيق الصباح تيشم الهوا كيرجع ليه الدم، راه خصو ما ياكل. اش نقول لكم؟ وكون ما كانتش ساكنه مع ماما نقولوا راه وريتكم الحكم في الاول 500 درهم النفقه في 300 درهم في النهايه كانت 900 درهم تنظن. ومشيت للمحكمه زادوني 1200 درهم هما الورا. مشيت هادشي علاش قلت لكم راه انا عييت. انا راه ما عندك ما تعطيني يا ولد الناس. هادشي اللي نقول لك. ولدك ما بغيتيش يقرا في مدرسه خاصه علاش دار لك؟ علاش ولدك ما بغيتيش يدخل احسن النوادي؟ تبارك الله انت بنتي اللي ديك النهار كتضرب التنس. وعلاش هاد الوليد غتكبر غتلقاه في كتافك؟ ياك تتقول انت ابو جود وقد كون قد هاد العنوان ابو جود. انا بدك تكون قد هاد العنوان ابو جود. راه ولدك البكر هذا راه ما عرفتيش من هنا لقدام. والا كان حرشوا عليك شوف ها هو الولد كاين وانت راه عارف ما عمري حرشتو عليك. واحد المره عطيتو التليفون واحد النقطه بغيت نشير ليها. قلتي انك خصك تتابعني حيت طلعت الولد في اللايف. ياك انت اللي صيفطتي لانفيتاسيون قلتي لي سهيله بغيت الولد يطلع معايا في اللايف. قلت لك مرحبا الولد ما بغاش. قال لي نو مامون خفتو لي يعايرني قدام الناس وهذا. قلت له جود والله بابا ما يعايرك. وبقيتي عليه وقول له انت بابا وهذا. قلتي انا ما خصنيش نطلع الولد معاك في اللايف وراه انت باه ادرى بمصلحته. انت باه وانا امو ولا كنت شي مراه اميه وانت باه ادرى بمصلحه هذا الوليد هذا واش خصو يطلع في اللايف ولا ما خصوش يطلع في اللايف. ولا انت خصك دير جميع الاسباب باش تحملني المسؤوليه. الله يهديك الله يهديك ولد الناس. ما تبقاش تقلب على ثغرات. ها هو العد العكسي بدا. الدخول المدرسي ل 8 سبتمبر كون ما كانتش هاد الام اليوم غنخرجوا هي ماما مريضه وحالتها حاله اليوم غنخرجوا نشريو الشكاره. كتقول كل عام كتصيفط الشكاره. ها هما الشكاير اللي عندي كتشريهم ماما غير من واخا نذكر سميت البلاصه من مرجان بحالنا بحال ولاد الناس ولاد الشعب ب 400 500 درهم. علاش على من كتكذب؟ الشكاره ما غنهزاش انا صاك ولا غندير فيها ريحه وانت عارفين ما كانش السيكان وهذا. الشكاره غيهز فيها ولدك كتوبه غيمشي يقرا بهم باش يولي واحد النهار واحد الراجل اللي غتفتخر به انت. انا كنوجه هذه الرساله للناس اللي تيقول لك انني جاتني الغيره. والله ما هذا في غيره لان هذيك بنت الناس. اسمحي لي معليش انا هاد كلمه الغيره ما عجبتنيش. علاش غتغيري مثلا؟ لا انا ما نديرش الغير. انا قلت لك راه ديجا انا عارفاه مزوج وشحال مره صيفط لي تصويرته هو ومراته في عندي كل شيء. عارفاه مزوج وولده غيكذب عليه. يلا ولده غيكذب عليه قال له من داك الشيء راه هضرنا فيه ما نعاودوش نهضروا فيه. انا خارجه هنا ما وريتكم كل شيء. كون كان هاد السيد شاري لولدو لبسه ب2 المليون شاري لولدو لبسه وانا افترض شريتي لولدك لبسه نفترض وهادشي ما كاينش وهاد الولد يعيش بلبسه وحده حياته كلها. هاد الولد غيلبس لبسه وحده غيفصلها 1000 درهم كلها. هاد الولد لبسه 2 المليون. ما قلتيش انا شريت لولدي الحليب ملي كان صغير. ما قلتيش انا ولدي ديتو للسبيطارات. ما قلتيش لولدي انا دخلته الانعاش ملي كان مريض. وخصني يشوفوا الناس هذا الشيء. ما غنوريش وجه الولد ولكن غنوري المكان اللي فيه الولد. ممكن اما تبقى تقول لي لبسه. واش هذا الولد صافي راه شريتي له لبسه يمكن نفترض نقولوا سميت هذه اللبسه قال بوس. هاد اللبسه بوس يبقى حاشاكم يدخل بها غدا ويخرج بها غدا. كي غيولي هاد الولد ما ينعس بها غدا تقولوا غتكملي انا راه ماما اللي كتكمل. راه هما الحوايج كساتو راه هما في بيتو نبطوهم تشوفوهم وبقى هاد الولد ينعرو. الله يهديك ولد الناس. شوف الحاله الوضعيه الصحيه د ولدك. قول لي انا نقول لهم انا ولدي ديتو الكلينيكات وكنظن انت كنت ديتي شي كلينيك وصورتيه وبينتيه للناس. واخا عاوتاني هنا غنضطر ثانيا نرجع نقول لك بانه قلتي سنه ما شافش عام ما شافش الابن ديالو. اخر مشكل حين هو يلاه كان في المغرب ودار العرس ما جاش طلع ما شافش ولده. سمحي لي ما طلبش يشوف الابن ديالو. انا ما غاديش نوري وجه ولدي. بلاتي انا ما تعاوني ما عندي كيفاش ندير نغطي له وجهه.
غيغطي وجه الولد. هذه حاله الولد ملي كان صغر ونوريه لكم حتى الكبير. لا 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 وجه الولد يبان، ممنوع يبان الوجه، حيت هو ديجا راه ورا واحد التصويره ديال الولد في الموقع. هو يتحمل مسؤوليته، حنا ما كنبينوش الوليدات في ديك الحال. حاله يعني انا شهر 9 دابا غيدخل وغير البارح، غير تسنى دقيقه نقول لك واحد الحاجه. غير البارح، غير الكلمه اللي تبدلات البارح ولا ديك الجوهر ياك، اقسم الحاله اللي ولا فيها جود هذيك الشونجمون د كلمه. راه تنظن دوشنا له وعطينا الناس يعرفوا هاد الدواء كورتاك، راه الطبيب ديالو تيقول لي هذاك ما تيفوتوش كل ليله كيشربوا من كان صغير، تعاود 2 مرات بدا يحك ويكحو بهذيك الشونجمون د كلمه اللي كان في الرباط البارح، حيت كنا خرجنا ديك الشتا اللي جات وديك الصهد وهذا رحتي حاله الولد كي ولات. لا شرف راه الا كذبتي راه كذبتي على ولدك، انا راه ما عندك ما تعطيني، راه كنقولها لك راه ما عندك ما تعطيني. عفوا انا بغيت نرد على بعض النساء اللي داخلين. بالله عليكم واش كتحشموا ولا ما كتحشموش؟ راه كيمطلقه 10 سنين اش باغا من السيد، السيده راه باغا حق ولدها، السيده راه كتهضر على حق من حقوقها المكتسبه المشروعه، السيده راه كتهضر على حق ديال ولدها، السيده راه باغا حق ديال ولدها، راه ما ولداتوش بوحدها، راه ما حملاتش به بوحدها، هي ليست بالعذراء مريم جات فجأة وقعت معجزة حملات. راه كاين واحد الراجل يتحمل المسؤولية يتقاسمها مع هاد الزوجة، راه ولاو الرجال وأشباه الرجال ولاو كيطلقوا المرأة وكيطلقوا معاهم الولاد. السيدة لا بغات الفلوس من حقها، راه بحقها، راه ولدها، هاد الوليد هذا واش غتصرف عليه؟ يوم ماما راه غير ملزمة أنها تصرف على الولد. هاد الكلام هذا حنا كنوجهوه ماشي غير الأشرف، حنا كنوجهوه لأي راجل كيدير هاد المشاكل، لأي راجل ما كيصرفش على ولده، لأي راجل كيطلق المرأة وكينسى حتى ولده. أنا فعلا أنا كنحاورها، ولكن كنقرا فعلا صدق من قال عدو المرأة هي المرأة. كنقرا تعليق من النساء عيب عليكن حقا. ريتاج راه السيدة راها 10 سنين وهي المحاكم زيغ دوك الوراق شاريه بهم بحال هكا، واتقوا الله شويه. واش عرفتي انا الله يبارك شي حاجه. راه السيده راه عندها احكام قضائيه، السيده راه عندها احكام قضائيه، السيده راه عندها واحد الولد، عندها واحد الوليد غادي كيكبر مريض بداء مزمن، الام ديالها اللي كتصرف عليه، السيده ما خداماش. الاخوات اللي كيستبيحوا هذا الفعل، راه قال لك الرجال قوامون على النساء بما انفقوا وما ملكت ايمانهم، ما اكرمهن الا كريم وما اهانهن الا لئيم. هذا على المراه، ما بالك بابن جاء من صلبه. خلي اللي بغى يقول شي حاجه يقولها، الا كان كلام الحق تيعتبروه التشمكير ما نفتخر، ما عندناش مشكل. انا خرجت على حاجه وحده، كان طالب السلطات باش من السفاره البلجيكيه، وهادشي غنلتجئ ليه ياكدوا لي بلي هاد السيد، حيت هاد الورقه دارت في 2023 18 12 2023. واش هاد السيد بصح كان رفولي من بلجيكا؟ علاش انا عرفتي شنو غادي لا واحد خرجي خدمي على راسك. عندي دبلومات وعندي كل شيء. بلاتي واش هاد الناس راه واقيلا اخفى الفلوس راه باغا لولدك ماشي ليا انا، راه الشيء اللي كاين ماشي انا ما بغيتوش يوكلني، راه ما عنده ما يعطيني، راه قلتها لك، راه غيعطي لولدو يداوي ولدو ويقري ولدو في احسن المدارس. انا كنطلب يقري ولدو، ما يقولش لهم لا في هادشي في المحكمه، راه ما قالش لي بيني وبينه، راه قالها في محكمه، في اوراق محكمه. ما عرفتش واش يمكن لي نبينها الطابع ولا لا. ما يمكنش. لا هي راه غير فيها بيانات خاصه، ما هي راه باينه. شنو بيانات زعما الاسماء؟ ها انت هادشي راه اوراق محكمه، وينكر باللي هادشي ما كاينش، ويجيب غير هادشي، ما يبقاش يجيب تصاور، يجيب غير هادشي. وانا خرجت حيت وليت خايفه اللي يحط لي شهاده الحياه في الدعاوي الجايه، وليت خايفه اللي يقول انا ميت، انا لله وانا اليه راجعون. ملي جاي يدير شهاده العمل وبلي هو غفولي من بلجيكا، انا كنطالب السفاره البلجيكيه باش تشوف هذا الشيء، واش بصح هذا السيد اللي عندكم مقيم في بلجيكا، واش هو فعلا بهذا المفهوم هذا جريتوه عليه من بلجيكا صيفطتوه لبلادو. هادشي اللي كنطالب به. وحاجه اخرى، تطلب يعيش الولد عيشه كريمه على مستوى مدخوله المادي والحاله الاقتصاديه ديالو، من حقه، من حق جود. انا راه ما عندك ما تعطيني، من حق جود، من حق جود.
مجهود وما دار لك والو اشرف. حنا نسالينا انا طلقت 10 سنين، انتم قلتي انا طلقت 10 سنين ويمكن طلق ولده. لا 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 حتى الناس كيقول لك كيصيفط السبوعه ضروري تدخل الشهداء على لا انا ولكن غير السبوعه السيد يقول لك انا جراو عليا، انا راه بقى سبيطالي في المغرب، هاد الورقه كحطها في محكمه وحط معها شهاده عدم العمل، انا راه داك المقدم خصو يتحاسب. ها هي شهاده عدم العمل، سمحوا لي، ها هي شهاده عدم العمل، هذه انا اللي حطيتها، ها هي وقتاش محطوطه. تتقولوا 10 سنين، انا ما تحطاتش هذه 10 سنين، يلا تحطات في 2023. كانوا عندي ظروف صحيه ديال الوالده ديالتي، ظروف صحيه ديال الابن ديالي، هادشي علاش ما خرجت. يعني بقيت غادا مرحله من 2016 17 18 وانا غادا تنقول الله يهديه. ساعه ان الله لا يهدي القوم الظالمين. اذا سهيله نخليك توجهي رساله اخيره. فوالا تفضلي. انا رسالتي اول حاجه بغيت نعرف بصح واش هذا السيد راه ولي من بلجيكا، كنطالب السفاره البلجيكيه تاكد ليا من هذا الشيء. حاجه اخرى، انا اشرف، حنا كنهضروا على القيمه الماديه ديال ديك السبع، ما تنهضروش حنا تنهضروا على القيمه الماديه ديال ديك السبع. ها هو لايف عندي تيقول فيه باللي كيصيفط وغتسمعوه 20 سبع في النهار، وشفت داكشي من بعد وفعلا ما كاين ديك السبع كاين السيده كتاخذ 10 8 اسبوع. حاجه اخرى سمحوا لي، في واحد القناه تنقولوا لا من منبر، ما نسميش المنبر، طلعت مع واحد السيده خياطه قالت لهم الداعم ديالي هو السي اشرف اج جي اس. هي ليست المنبر، كاين فرق ما بين منبر وبين لا منبر طلعت فيه اعلامي، وسولوا شكون الداعم ديالك، هو اشرف اج جي اس، وقالت لهم كيدعمني وكيقول لي راه غندير لك مشروع باش بداي تعلمي الناس. واجي اخويا علم ولدك، اجي اخويا علم ولدك، تا هو راه باغي يتعلم. انا ما قلتلكش ما تعلمش ديك السيده، علم ولدك وعلم الناس، تبارك الله انت راه لاباس عليك، راه خصك تعلم العالم. انا نهضر معك بهذه اللغه، ولدك ما تعلموش. وها هو عندي راه المنبر، السيده خياطه ما يمكنش لي نذكر، الداعم ديالي هو اج جي اس، وشوفوا الفيديو قال كيدير لها مشروع وكيدعمها، وباش يعلم الناس تعلموا الخياطه، باش يتعلموا. راه ولدك خصو يتعلم الحروف، راه باقي صغير، دخلوا لاحسن المدرسه. تقول لي مدرسه حكوميه، بلا ما ندخلوا في هذا من حقه يدخل ولده احسن المدارس، من حقك اشراف. هي المدرسه الحكوميه تخرجوا منها اجيال وكيقراو فيها ولاد الشعب دابا. وكنقول لكم المقرر اللي خديت انا غياخذوه ولاد الناس المدارس الحكوميه، والله يحسن عوان الناس. راه الناس تيشدوا 2 مليون في الشهر وغاديين يديروا كريديات باش يشريو الكتوبه ديال هذا العام، باش يشريو الكتوبه كيشدوا 2 مليون في الشهر غيديروا كريديات. انا راه امي اللي شراتهم. اشرف تقول كل عام كتجي تشري الكتوبه لولدك، وراه باب علو كيعرفك اشرف، عمرهم شافوك، عمرك جا يشريوك. قلتي باللي انا كنقول لك دخل للدار شوف ولدك غنسد عليك، حيت انت كتشوف ولدك مخبي، كتشوفوا الليله اللي غتمشي بها لبلجيكا، الليله بليلتها غنرجع ثاني وغادي نقول لك انه مؤخرا كان في المغرب وجا شاف ولده. لا وهو جودي كذبني. هو اشرف الى حاشاكم دخل الطواليت كيصور راسو، كون بغى يشوف ولده غيشوفو. انا كنعرف اشرف مزيان، حنا راه كنت مراتو، حنا راه عائله. دابا من هادشي كامل هادشي ولا انا خرجت على ود ولدي، انا ما يمكنش حق ولدي يمشي هكاك، راه باه ما تقولش هي الماديات. هو كاين شي ولد ما تيعيش بالماديات، ما كاينش شي ولد تعيش بلا ماديات. هو براسو طوموبيلته ما كيديرش لها المازوت باش تزيد، موطورو ما شاء الله بي ام دبليو ما كيديرش له المازوت والفيدونج باش يزيد. راه تا ولدك خصو مازوت وفيدونج باش يعيش وباش يزيد وباش يكبر وباش تلقاه. سالينا غدا ولا بعد غدا نقد انا نطلق انا وياك في عرس ولدك، واخا حنا مطلقين، ويقول لهم هذا بابا دار معايا الواجب وهذه ماما دارت معايا الواجب. الله يهديك ولد الناس، ما بقاش تكذب، ما كتكذبش عليا، انا كتكذب على ولدك. لان سهيله نقول لك سهيله نعم لا انت بصدد رفع شكايه اخرى ما ان شاء الله تسالي العطله القضائيه من حقي، من هادشي اللي كان. شوف نقول لك واحد الكلمه، ملي قلتها له مؤخرا نهار اللي قطعتي التليفون على ولدك، قلت لك اشرف واش تزيد لولدك شي حاجه حبيان؟ قلتي لي انت براسك واخا تمشي للمحكمه راه ما عندهم ما يزيدوك، وقالتها لك شي قضيه. وانا قلت لك اذا حنا غنلعبوا هكا، قلت لك اذا انا وياك غنعاوتاني غنمشيو للمحاكم. وهذا قلت لي هذه المره، قلت له راه نثبت باللي راه انت عايش في بلجيكا. قلت لي واخا تثبتي غنحط لك بلي انا معاق تنعيش ظروف صحيه خايبه في بلجيكا. هاد الهضره قلتيها لي وانت عارف هذا الشيء. برك اشرف
خلي شوف راه تنقولها لك، راه انت اللي خليتيني نخرج لهذا الشيء حيت وليت خايفه منك. ماشي خايفه منك، وليت خايفه تحط لي شي وثائق ما كايناش. راه من شفت هذا الشيء وتبارك الله ديك العيشه اللي عايش انت، الله يزيدك ويعيدك، الله يكمل عليك. انا ما تنهضروش على الزواج، انا كنأكد عليكم، كنهضر على الحاله الاقتصاديه والماديه ديال الابن ديال الاب ديال محمد جود اللي هو الابن اشرف، ومن حق الولد يستافد من داك الشيء دباه. راه هو تيسمي راسو ابو جود وبغيتو يكون ابو جود قبل ما يفوت الفوت. سهيلة في أحد اللايفات ديالو برفقة الزوجة ديالو لربما في إشارة منها شيماء قالت أنا الأم ديالي عمرها طلبات النفقة. تبقى ديك الأمر خاص بالأم ديالها. هو يمكن ماما باش كانت ميسورة، يمكن كانت قادة. أنا راه ما قاداش، راه ماما اللي كتنفق، وتنقول لها من هذا المنبر الله يكمل عليك بخير شيماء والله يرزقك الذرية الصالحة، غتولدي وغتجربي وغتعرفي وغتحسي وغتكوني قالتها سهيله، راه خصوصا لما كنتيش خدامه الله يكمل عليك بخير. وتنقولها لك بالقلب الخالص وما فيها حتى شي غيره من جهتك. راه تنقولها ونعاودها، الا ما كنتيش غتكوني نتيا كانت غتكون وحده اخرى، وراه ديجا انا عارفه وعارفه وعارفه وعارفه. إذا الكلمة الأخيرة سهيلة. اشراف ما تكذبش على ولدك وتصلح في ولدك، وبركه ما تخليني مجرجره في المحاكم. انت راه عارف هادشي دايرو غير ضد انا، بقى نضرب تماره كنت قلتيها لي فمك، قلتيها مدخليك تدوري في المحاكم، خليك لابسه الجلابه وتدوري في المحاكم. وفعلا رانا عييت، وانا ما تتقولوا باش نخرج نخدم. انا حشمت نوريكم قاع رجلي اتحاد ماما ديال هذه مؤخرا اللي بسبب الحب ديالها الجود وراه شافها السيد معانا، راه ما كنعش. شكون هاد الخدمه اللي غتقبل بيا وتقول لي كاين فلوس الشهر وسيري قب لي ماماك؟ انا ما يمكنش نسمح في امي، ما يمكنش نسمح في ولدي. راه كاين ولدي شواهد طبيه ديال المدرسه ديالته، راه كلها تقريبا راه كيتجلس ب 15 20 يوم راه المدرسه ديالته عارفين هادشي. 15 20 يوم تبقى جالسه مقبله في يامات الشتا والبرد تيرعف. شكون هاد الخدمه اللي تقول لك لا سيري قب لي ديك الولد حتى تجي على خاطرك وغنخلصوك في الشهر؟ انا راه كنت مضيفه الطيران تيعرف هادشي اشرف، عندي 2 دبلومات، لا حنا مالنا. وعندي الدبلوم الثالث اللي درتو د الحلويات اللي قالت لي ماما ديري، وغناخذ الدبلوم ديالو في شهر 10 ان شاء الله. انا نوريكم الوثائق ديالي. انا ماشي زعما من طلقت من اشرف بقيت جالسه. ممكن نحط هاد واحد الدقيقه باش نجبد. حول الله. انا بصح الحمد لله. نعم زعما غير هو شوف انا من طلقت من اشرف ما كيتسمع الصوت، ما كيتسمع الصوت. انا قبل ما ناخذ اشرف اسمحوا لي نجيب لك الكسوه ديالتي ديال الطياره اللي في المدرسه اللي كنت تنقرا، وكنت يلاه اسمحوا لي نجيبها واخا نو لا غير هاد البلاصه. مؤسف جدا انه ما عرفتش. انا هنا كلامي في انتظار تلتحق بنا شيماء، في انتظار تلتحق بنا عفوا سهيله. انا كلامي هنا ليس موجه لاشرف بنت، انا ما اسمحوا لي، انما هو كلام موجه لكل رجل كيقوم بهذه الافعال. انا الدبلوم حيت ما عارفين حاطاه ديال هذه المدرسه، ها هي كسوتي. انا زعما ماشي عندي وعندي هاي واخداني اشرف. كنت ديك الساعه ها هي المدرسه بلا ما نبين السميه ديالها. ديك الساعه كندير سطاجات، ها هي الكسوه ديالتي باقا لحد الان محتفظه بها. في الطلاقي الاول من اشرف دخلت درت 2 دبلومات ها هما، وحاليا دبلوم درتو الثالث اللي هو ديال الحلويات والباتيسري اللي غيخرج الدبلوم في شهر 10، وغندير دبلوم اخر. مسكينه ماما كتقول لي تصوروا قسما بالله ماما كتمشي معايا البلاصه اللي كنقرا فيها وتبقى جالسه حاضيه جالسه في البلاصه في الطوموبيل. مبدئيا خلينا باش نكونوا واضحين. نعم لا انت غير ملزمه باش تبقاي تبري شي حد تصنتي. الام ديالك غير ملزمه انها تصرف على ابن ديالك، انما اكراما منها لطيب اخلاقها. سمعتي؟ اكراما منها لطيب اخلاقها. انما هذا واجب، اسمحي لي هذا واجب ديال الاب، ومن تنصل من هذه المسؤوليه فهو لا يمت للرجوله بصله. هذا الكلام انا كنوجهه لعموم الرجال اللي كيقوموا بنفس الافعال. راه قالتها لك اشرف، راه ماما ما دايماش الجود، ما دايماش